زول له قيمة أسعد الناس بوجودي. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامج مسيرة فنان الذي يأتيكم عبر قناة كيان. اليوم في حلقة مسيرة فنان نستضيف الفنان الشاب السعودي. بنقول له التحية لك والتحية عبرك لكل مشاهدينا في كل مكان. مساء الخير عليك ورمضان كريم. مساء النور والله أكرم ثم دكتور على خير. نقول كل سنة وانتم طيبين لأنه العيد على بشايره. سعيدين بوجودك معنا. الكل بيعرف السعودي من خلال أغانيه، من خلال حفلاته ومشاركاته. في حلقة اليوم عايزين نتعرف عليك بطريقة أوسع بالنسبة للمشاهد. والله في الحقيقة الناس كلها بتعرف سعودي، فالاسم بالكامل سعد فيصل عبد الله محمد عيسى. للنجاح قصة وحكاية. عايزين نعرف كيف بدأ السعودي وين كانت بداياته ومن الناس اللي كانوا داعمين له. والله البدايات كانت من المدرسة، الدورات المدرسية. والله حقيقة الأسرة كانت ما متقبلة حتة إنه أنا أكون فنان، رغم إنه والدي برضه كان فنان. فكنت صغير شديد على إنه أنا أقوم في مجال الغنى في اللبيض. حقيقة لقيت دعم يعني من قبل أساتذة لهم احترامهم وتقديرهم. حقيقة أنا بحترم الأستاذ الجليل الأستاذ محمد جبرين على إنه يعني من أوائل الناس اللي دعموني، وبرضه أخوي وصديقي المرحوم أبو حميد ربنا يرحمه برضه كان من ضمن الناس اللي دعموا لي. وحقيقة الوالد برضه ما قصر معي، برضه كان داعمني إنه أنا أبقى فنان أغني غنى يليق التحية لك والتحية لأسرتك والتحية لكل الناس اللي داعمة لك. عايزين نعرف كيف بيتم اختيارك للأغاني، وهل جربت إنك تكتب أو تلحن أو عندك أعمال خاصة بك؟ كلمنا عن الحاجة. في الحقيقة أنا يعني كسعودي لما أجي أختار أغنية أسمعها أو أغنيها، بحيث إنه يعني أنا لو ما حسيت الأغنية أو هبشت فيها حاجة ما حقدر أوصل إحساسي للناس بنفس الطريقة اللي أنا ممكن أوصلها لهم عشان يقدروا يستفيدوا من الحاجة دي. مرحلة الكتابة والله جربت إني أكتب، كتبت حاجة اسمها كامل الأوصاف، كلماتي وألحاني. اتنفذت هنا في اللبيض. نفذها لي الأستاذ مايسترو والله له التقدير والاحترام، الأستاذ عباس مصطفى. كان له دور كبير في إنه أنا أطلع الأغنية بالشكل الجميل هنسمعها به بعد شوية. برضو كانت يعني كبداية لي، وكنت خايف إن الحاجة دي ما هتلقى قبول عند الناس، فالناس تقبلت الحاجة وبقيت يعني فخور لما أجي ألقى زول مشغل الحاجة دي إنه دي الحاجة تبعي أنا، حتى لو الليلة كانت في نظر الناس ما ظابطة. ففي النهاية حقتي أنا وأصريت على إنه أطلعها، وطلعت ولقت قبول لدى الناس. إن شاء الله عندنا كذا أعمال برضو ثاني إن شاء الله ما هنسمع الحاجة دي الأيامات المقبلة، الأيام الجاية إن شاء الله هنسمع حاجات أكثر. وفي العيد ذاته إن شاء الله هنطلع بلونية ثانية بشكل جديد إن شاء الله على الأولاد. بنتمنى لك والله المزيد من التقدم والنجاحات. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى هذه الأغنية ومن ثم نعود ونتواصل. خليكم قريب. فرحت لي قلبي سكت حساده، من يوم هويت قلبي عينيك لي رادو. فرحت لي قلبي سكت حساده، من يوم هويت قلبي عينيك لي رادو. أسأل نجوم الليل في سهري بطراك، بتونست والقمر تغلى ذكراك. أنا كل منى يا عمري كل لحظة ألقاك. نحكي الغرام والريت تهواني وهواك.
لي بريت حبايبي جاي هنوا من لهفتي بريدك فرحوا